ونسيت اقول لكم يا جماعه الطعم عامل ايه. تعالى يا حبيبي تعالى. والله العظيم حاجه جميله جدا، اقسم بالله العظيم. حاجه ربنا حلو. خليك ماسك يا هشام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من فاين كوست سيف. النهارده هنوريكم حاجه مختلفه تماما، الكشري المصري بشكل الاندومي، يعني هنسميه كشري دومي ان شاء الله. هنوريكم طريقه التحضير سريع بسرعه. تعالى معايا نتفرج يا جماعه. ايه اللي في الكيس؟ دي معلقه البصل، ودي الصلصه بتاعتها، شطه معاها. تمام معاكم يا جماعه. طريقه التحضير المكونات طبعا انتوا عارفينها، اللي هو العدس والشعريه والمكرونه والرز والبصل معانا وكل حاجه موجوده في الخلطه. المكرونه يعني هننزل كده بالميه بس كده، مش هنزيد كتير. تمام يا جماعه. وهنسيبها لمده 5 دقايق في البتاعه دي